السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى راح أعمل لكم الأكلة الاقتصادية. هاتيلي صدر دجاجة وهاتيلي باكيت مكرونة، أي نوع مكرونة بدك إياه. راح أعمل لك تتبيلة تحفة تحفة تستفيدي منها وتعمليها والكل حيقول لك هاتي تاني. عندي هنا صدر الدجاجة اللي جبناها، راح أقطعها شرايح رفيعة زي ما كده، بس مش رفيعة على الآخر، زي ما المستوى اللي انت شايفاه والسمك اللي انت شايفاه التقطيع، لان احطها بالسياخ كأنه كباب دجاج. بس عن جد التتبيلة اللي عملناها هذه لازم ننيمها يوم كامل بالثلاجة لحتى تطلعي بالنتيجة والطعم الخطير اللي طلع معايا. عندي هنا اعواد الشوي، راح احطهم بالسيخ زي ما انتم شايفين كده بالشكل هذا اللي هو صدورة الدجاج. راح اعمل لك كأكلة مش هتبطلي تعمليها، ودي أكلة اقتصادية وسريعة وموفرة معاكي حلوة منك إليها. زي ما انت شايفة لغاية ما انتهي من حط صدور الدجاج بالأسياخ الخشب زي ما انت شايفة. وبعد كده هنبدأ على التتبيلة تبعتنا. حط فنجان خل، حط شوية فلفل أسود، وحط معلقتين أو 3 أو فنجان صغير من الزيت النباتي. وطبعا هحط هنا شوية بسيطة من القرفة والملح، واحط هنا مفبركه مدخنه او غير مدخنه والشطه الناعمه اللي بتحبيها. هنا عندي بهار، بيجي على بهار ليمون مع الفلفل الاسود، ان ما وجدت اعصري لك ليمونه حطيهم فوق الخلطه تبعتنا هذه الحلوه. عندي هنا احط توم بودر وبصل بودر، طبعا اشي اساسي تحطيه. وهنا حطيت ربع معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، واحط بهار الدجاج او الشيشاووك اللي بتحبي. وعندي هريسه فلفل الحار هحطه، وعندي 1 فلفل قرن فلفل حامي هحطهم واتبلهم. وطبعا فيك تستغني عن خلطة الفلفل هذه لو مش عايزاها سبايسي، بس عن جد النكهة كانت رهيبة وسبايسي، يعني بناحية تانية بتوديكي. بعد كده حبيبة قلبي حسيبها واتركها واغطيها بالعلبة تبعتها بالتلاجة لليلة كاملة. تاني يوم استخدميها، لو عايزة تستخدميها بنفس اللحظة زودي كمية البهارات عليها بس ما تزوديش الملح. بعد كده هجيب عندي ظرف المكرونة تبعي ونسلقه بالمية تبعتنا. المكرونة كلنا بنعرف كيف نعملها. راح اسلق، عندي جبت مكرونة سباكيتي هعصرها هغليها، عفوا هسلقها بالمية لحتى تستوي. اورجيكي بس البهارات اللي بنحطه عليها. طبعا يا حبيبة قلبي اتبعي الخطوات، الوصفة طريقتها كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معك، بس رتبي الوصفة معاكي بالترتيب والخطوات. راح نسلق المكرونه زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، وبعد كده راح نيجي نبهرها. هتخلص من الميه تبعت المكرونه وخففها. وبعد كده انا عندي هنا الجريل، راح ارش شويه، هذا جريل على الكهرباء، راح ارش شويه زيت عليها وانزل عليها باعواد او اسياخ الدجاج زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، واسيبها تستوي براحتها. ما بتاخد معاك اقل من 10 دقايق بتكون مستوية على الناحيتين، لانه معروفة صدر الدجاج خاصة متبل والخل بسرع الاستوى تبعتها. وهقلبها على الناحيتين واشوفها كيف، ما بتاخد وقت معانا. بعد كده يا حبايب قلبي صلوا لي على الرسول، حطوا لي تعليق حلو منكم، حطوا لي قلب حلو زي قلبكم الحلو الابيض الحلو يا حبايب قلبي. هنا انا نزلت بالميه بالتتبيله اللي عندي بالمطبيه او بالعلبه تبعتي فوق صدور الدجاج اللي انتم شايفين، لحتى برضو تتنكه من التتبيله والبهارات الحلوه اللي حطيناهم مع بعض بالتتبيله. هنا حبايب قلبي بعد ما هيك انا قلبتها على الناحيتين، ما بتاخد معاكي 5 دقايق على كل ناحيه. هنا المكرونه حطيت عليها مكعب ماجي وشويه فلفل اسمر ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، هنزل عليها بالصلصه. وبس على كده حطي طبعا معلقتين او 3 من الزيت او نتفه معلقه سمنه اللي بتحبيها، اختيار الماده الدهنيه. بعد كده هنا جهزت عندي المكرونه، تعالي نسكب ونشوف كيف الطريقه. عن جد تحفة، جربيها وقولوا لي حبايب قلبي. هنا حطيت فوقيها نكهة الفيجيتابل او البهارات المشكلة بالخضروات سبايسي، وطبعا دي اختياري، ممكن تحطيها وممكن ما تحطيهاش، اشي بيرجع لإلك. وهيك جهزت معي طبق المكرونة. هنا شوف ما شاء الله تعالى الصدور بدأت تستوي عندي وما خدتش وقت، مسافة ما استوت 10 دقايق. المكرونة كانت عندي صدور الدجاج مشوية ومستوية. وهذا صحن التقديم، صحة وهنا حبايب قلبي. ما تنسوا اللايك الحلو. استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.